يعني سبحان الله دلوقتي الحرايق اللي في لوس أنجلس كلت الأخضر على اليابس ما عدا بيت جون سيني. يعني بعض الناس على السوشيال ميديا ما يعلقوا على الحتة دي، يقول لك ممكن يكون اعتنق الإسلام، ممكن يكون اعتنق الإسلام وقارئ الدين وبدون ما حد يشعر بيه وحامل مصحف. لأن جون سينا يعني سبحان الله كده بمجرد ما تشوفه على شاشات التلفزيون في يجذبك كده انك تحبه تلقائيا، وقال لك من حبت الناس حبوا ربني. فممكن الحتة دي نجته. ممكن راجل ما يتصدق بدون ما حد يشعر، ممكن معتنق الإسلام خايف من الشهرة عشان شوية الخنازير ما يأذوهوش. فيعني قدرات إلهية، يعني ده يجذب الإنسان كده شيء إلهي تلقائيا. يعني حب الناس ليه وحب ربه ليه أنقذه من الحريق. إن باقي الخنازير كلها هجت وشوية الكلاب كلهم هجوا ما عدا جون سيني، رجل وسيم رجل متواضع. ولذلك في المصارعة حتى لما تلاقي واحد ياخده على خياني يجي يسلم على واحد يقوم ضاربه، ويقوم في النهاية جون سينا هو اللي يفوز. فدي محبة الناس. يعني حتى محبة الناس الجون سيني الناس حزاهي، يعني مش عارفين عدل في الناس نهائي. لسابين اللي نايم بصله، اللي شغال بصله، اللي بناله زفت على راسه قالوا ده فيه في الحيطان. وبعدين في البشر، ما هبص يا اولاد بصوا في الراجل الامريكي النار ايه عملت، كانت الدنيا كلها وسابت بيته الوحيد لان راجل متواضع وسيم. انما احنا زي حالاتنا ماسكين الطريق، يا جاي يقول للي رايح الليله في نجع السايح خش هجيبك مع جون سينا النزيه.